بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. واش راكم يا أجمل متتبعات؟ مرحبا بكم في داري وين نشارككم يومياتي بكل حب وبلا تكلف. ربي يجعل نهاركم معطر بالخير والبركة، وشكرا لأنكم ديما معايا وتدخلوا البهجة لقلبي. وجودكم يشرفني ويزيدني طاقة نكمل ونشارككم كل جديد. الفيديو نتاع نهار اليوم متنوع، بديتو معكم من الليل حتى العشية وهاني مع الصيام. نبداو على بركة الله. هنا كنت نقري أولادي نحفظهم قبل الفروض، نشتي نجبد الكرارس ونشوف واش قراو وين وصلوا. والله هي البنات ولاد صعاب في القراية، ساعات يكون عندهم تمارين ولا عندهم هكا مشروع يتفكروه غير الصباح يتعبوني بصح واش هندير. ولادنا لازم نوقفوا معاهم، نخرجوا لهم السجيات ونخليهم يحاولوا فيهم، ومن بعد نصحح لهم. هي البنات هكا نصحح معاهم ونعتلهم الاخطاء نتاعهم، وهكذا كي يلحق الامتحان تكون غير مراجعه خفيفه. هي كارثه يا البنات، الاساتذه راهم يفرضوا ياسر على الولاد الكور. انا ولدي يروح ويقول يا ماما قالت لي الاستاذه لازم ديروا الكور، راكم اغبياء ما تشاركوش ما تفهموش مليح. انما انا نفهمو يا البنات، نقول له مادام راني قاريه ومتخرجه من لافاك لازم لي انا نقريك ونفهمك. والكور يديروه غير الاولاد اللي امهاتهم يخدموا ماهمش قاعدين هكذا باش يتفهم ويقرا معايا. والله الواقع بصراحه ولا صعيب، التعليم ما لازمش يكون تجاره، ولازم الاستاذ يخاف ربي في الامانه اللي راهي بين يديه. كي نشوف التلميذ ما يفهمش في القسم ويفهم غير في الدروس الخصوصيه، هنا نفهم باللي كاين خلل. وانا نقولها بكل صراحه، انا كيما بنتي ولا ولدي وما نبدلش كلامي كيما ما تبدلوش نتوما. اذا القسم فاشل ومشي في المستوى لازم نعرفوا السبب، ماشي نزيدو نتعبوا في الولاد بالدروس. نهار يجري والكور ثاني يجري، وفي المدرسة ما تعطيلوش حتى الفرصة يفهم، وفي الدار تضحكوا على المراجعة. والله غير ظلم كبير. حسبي الله ونعم الوكيل على كل واحد ما يخافش ربي في وليدة الناس. ربي يورينا الحق حق ونمشيو معاه ويظهر الظالم مهما كان. وهنا قررت انا والزوج نصوموا ليامة تقصر بها نربحوا الاجر. فطرنا غير بالحليب والرخصاص فيها بركه. انما في رمضان يصوموا معايا وليداتي، لازم لهم الفريد ولازم الياقورت الفرماج كيما المسفوف حنايا ما ياكلوهوليش يا البنات. بعدها بشويه يا البنات اذن الفجر، نوضنا صلينا وثاني نوض وليداتي. خلينا بالكم الوقت ما يكفيش، صلوا ووجدوا رباحهم للمدرسه. هنا رجعت للقش طبقتهم ورجعتهم للخزانه، ومن بعد رجعت للقضيان اللي جابو الزوج. جاب لي بلاطو تاع البيض، جاب لي ثاني الطون وزاد لي الهريسه. وهذه هي البنات هذه قهوه برينا مع الحليب باش هكاك تشربيها كقهوه مع الماء شويه شويه. وزاد لي ثاني مارغرين صول، وزاد لي الزيت يا البنات والشوكولا هكا لوليداتي. هنايا رجعت للزيتون بعد ما راحت له المراره، درتو في قرعه نقيه مع شرائح القارص وشويه ملح وشويه زيت من فوق باش ما يتعفنش. غير 4 ايام يكون واجد معايا. بعدها يا البنات قلت نوجد فطوري، نحيها على روحي باش العشيه نقعد. طيبت مرقه جلبانه تهبل مع 2 قرصات خبز الدار. هذا واش يليق، كان البرده يقطع هاني حليتهم كما راكم تشوفوا على البلا. وسخنت الكوشه نتاعي على درجه 200 درجه، راني حليتهم. انا نحلهم كيما هكا وندهنهم بصفر بيضاء مع شويه قهوه ونزينهم بالسينوج، كل وحده تزين كيما تحب. وندخلهم الكوشه بعد ما طفيتها باش يخمروا، ومن بعد نبدا نطيبهم. وها هم واجدين معنا. نغطيه مليح هكا باش يقعد هشيش ودافي. وها هي المرقه نتاعي ثاني واجده خاثره يا سلام. هنايا نرجع ندير الساندويتش. كان عندي شويه رقاق درتو قبل بصح الدقيق ناقص ما خرجليش كاع رقيق. ما على باليش الدقيق اليامات هذه واش بيه ما تقدريش هكا تلحقيه هكا تزيدي تهزيه شويه تقطع هكذا في يديك. وزدت ثاني قليت شويه فريت وشويه ثاني دجاج الفرماج، وعمرت بهم الساندويتشات نتاعي البنات هكا باش نخبيهم في الثلاجه. هاني نعمر فيهم درت الفريت وزدت ثاني شويه دجاج مع الطماطم وليزيبيس قليتهم
زدتهم من فوق وزدت ثاني شوية فرماج وغلقت عليهم، وهنا درتهم في كيس بلاستيكي هكا باش ما ينشفوش ونديرهم في الثلاجة والا خليهم على برا او الجو بارد. كي لحق الفطور حضرت الطابلة تاعي، التمر كان حاضر معلبن، واحد البنة يا سلام، سكيت مرقة جلبانة مع خبز الدار يا سلام باش ندفاو في هذا البرد. صلينا صلاتنا ونقول ربي يتقبل منا ومنكم ومن أمة محمد كامل يا رب. وبعدها سخنت السندويتشات في المقلة بشوية زبدة، شهيتكم في الجنة، جاو بنان وهشاش روعة روعة. هذا هو روتيني اليوم، نتمنى يعجبكم ويحفزكم، واللي عندها نية تصوم غير تصوم، راهي غير أيام أقصر. إذا لحقتي هنا ما تنسيش الجيم ولا كومنتار يفرحني، الإيجابي مرحبا به والسلبي ما يقلقش، نتعلم من كلش. نشوفكم في فيديوهات جديدة، ديروا لنا الجيم ودمتم بخير وسلام الله عليكم.